في شتاء عام 1807 لما جيش نابليون اجتاح البرتغال، البلاط الملكي هرب عبر المحيط الأطلسي للبرازيل. بالنسبة للعائلة المالكة البرتغالية كانت انسحاب مهين، لكن بالنسبة لأميرة طموحة كانت فرصة عمرها. منتقدينها وصفوها بالوحش وتسخرت بسبب شكلها وتخاف منها بسبب طموحها اللي ما بيوقفش. كارلوتا جواكينا اكتسبت سمعة إنها واحدة من أكثر الملكات المكروهات والمشهورة بالسمعة السيئة في تاريخ أوروبا. كارلوتا جواكينا من إسبانيا اتولدت يوم 25 إبريل 1775، وكانت أكبر أبنائه الأحياء لملك إسبانيا المستقبلي كارلوس الرابع اللي بقى ملك هناك سنة 1788. ابن أكبر اسمه كارلوس كان مات قبل ما كارلوتا تتولد، مع إن والدتها ماريا لويزا من بارما كانت لسه صغيرة لما كارلوتا اتولدت. السنين اللي بعدها جابت معاها سلسلة من المآسي العائلية، مع إنها خلفت بنات كتير أصحاء. كل ولادها اللي جم بعد كده ماتوا وهم لسه رضع. ده سبب قلق بخصوص الوراثة، وخلى كارلوتا تبقى في ترتيب ولاية العرش لفترة كبيرة من طفولتها. وأخيراً جاء ولد سليم اسمه فرديناند سنة 1784 لما كارلوتا كان عندها 9 سنين. يمكن كان وعيها بمكانتها في ترتيب الوراثة في سنينها الأولى هو اللي صح عند كارلوتا رغبة في السلطة، واللي شكلت حياتها بعد كده زي ما هنشوف قريب. وهي بتكبر كارلوتا تعلمت تعليم صارم من مدرسين كاثوليك رومانيين، وكان التركيز على المواد اللي كانت بتعتبر مناسبة للأميرات الملكيات، ودي كانت بتشمل مزيج من التاريخ والجغرافيا واللغات مع حاجات زي الرسم والخياطة والكتابة. ده خلاها متعلمة بشكل استثنائي وذكية جدا، بس ما قدرش يمنع شخصيتها الشقية والمرحة اللي الناس دايما كانت بتفتكرها بيها. بس ورا جدران القصر الملكي كانت الحياة العائلية بعيدة تماما عن الاستقرار. كارلوتا كانت شخصية متسلطة في البلاط الملكي، وكان فيه شائعات عن علاقة بينها وبين رئيس الحكومة الإسبانية مانويل غودواي. ده خلاها شخصية مكروهة في المجتمع الإسباني، وبعض من سمعة كارلوتا السيئة بعد كده كان سببه إنها توصمت بنفس وصمة أمها. وفوق البلاط الملكي المختل ده كانت إسبانيا كمان فقدت قوتها بسرعة من نص القرن السابع عشر، لكنها كانت لسه متمسكة بإمبراطورية استعمارية ضخمة في الأمريكتين، من كاليفورنيا وكوبا لحد تشيلي والأرجنتين في الجنوب. وعلشان كده حتى بعد ما اتولد فرديناند سنة 1784 فضلت كارلوتا محافظة على مكانتها المهمة باعتبارها أكبر بنات ملك إسبانيا المستقبلي، وده خلاها واحدة من أهم العرائس الملكيات في أوروبا. وفي سنة 1785 وهي عندها بس 10 سنين اتجوزت، وده كان سن صغير جدا حتى بمعايير القرن الثامن عشر. بس ده كان مجرد بداية لجواز هينحدر لفضايح وكراهية ومؤامرات سياسية. من أواخر سبعينات القرن الثامن عشر كانت المفاوضات شغالة بين الحكومتين الإسبانية والبرتغالية علشان كارلوتا تتجوز دوم جواو اللي كان الثاني في ترتيب ولاية عرش البرتغال. أهل جون اللي كانوا عم وابنة أخته بقوا ملوك مشتركين على البرتغال، الملك بيدرو الثالث والملكة ماريا الأولى سنة 1777، وبيتر مات سنة 1786، لكن ماريا فضلت عايشة لحد 1816. فحياة كارلوتا اتأثرت بشكل كبير بعلاقتها مع حماتها أول ملكة للبرتغال بحكمها الشخصي. اتفقوا إن كارلوتا تتجوز دوم جون سنة 1785، وحصل جواز بالوكالة في مايو نفس السنة بعد عيد ميلادها العاشر بأسابيع. أما جون فكان عنده 18 سنة في الوقت ده، وبسبب سن كارلوتا الصغير اتفقوا إن الجواز مش هيتم فعلياً غير سنة 1790 لما تبقى كبيرة كفاية علشان تقدر تحمل وتخلف. ومع ذلك بعد أيام قليلة من الجواز بالوكالة، الأميرة اللي عندها 10 سنين اتبعتت على لشبونة مع الوفد الأسباني وسابت عيلتها وراها بسنين قبل ما الجواز يبدأ فعلياً. وبالتالي كانت موجودة في البلاط البرتغالي لما السياسة في المملكة تغيرت سنة 1788. في 11 سبتمبر السنة دي إخو جوزها ولي العهد دوم جوزيه مات من الجدري، وساب جوز كارلوتا هو الوريث الجديد.
وكمان الملكة ماريا كان بتعاني من الاكتئاب لفترة كبيرة من حياتها المتأخرة، وتعلن رسمياً إنها مختلة عقلياً سنة 1792. وده معناه إن جون كان متوقع منه يتولى الحكم كوصي ويبقى الملك الفعلي. من أوائل تسعينات القرن الثامن عشر، وده خلى كارلوتا تعتبر زي ملكة قرينة غير رسمية من وهي صغيرة. واعترافاً بمكانتهم العالية، جون وكارلوتا حملوا ألقاب أمير وأميرة البرازيل. بتسعينات القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، ومع بروز كارلوتا أكتر في البلاط البرتغالي، بقت هدف للسخرية والكراهية سواء في دوائر البلاط أو في المجتمع البرتغالي بشكل عام. كانوا بيشوفوها ست بتسعى للسلطة ومش فاهمة ثقافة البلاط المحافظ اللي حواليها. كارلوتا اتربت في بلاط إسباني أكتر بذخ، وكانت بتعاني بتتأقلم مع ثقافة البلاط الملكي البرتغالي اللي كان متدين ومتقشف جدا. شخصيتها الجريئة وتدخلها في السياسة وتصرفاتها اللي مش معتادة من ستات العيلة الملكية خلوا الناس تتكلم عنها وتطلع عليها إشاعات وحكايات وحشة. والإشاعات دي زادت أكتر بسبب الكره الشديد للإسبان اللي كان منتشر وقتها. مع أنها تعرضت لانتقادات جامدة بسبب تصرفاتها، إلا أن الهجوم عليها كان أعنف بكتير بسبب شكلها. وأثناء إقامتها في لشبونة، الكاتبة الفرنسية لور جونوت دوقة أبرانتس كتبت واحدة من أشرس أوصاف كارلوتا: قبحها وشعرها المتسخ والمبعثر وشفايفها الرفيعة جدا واللي لونها بنفسجي وعليهم شنب تقيل وسنانها مش متساوية زي مزمار بان. ما قدرتش أقنع نفسي إنها ست، ومع ذلك كنت عارف الحقيقة وقتها اللي كانت بتثبت العكس بوضوح. جوز الدوقة جان أندري جونوت كان ليه نفس الرأي لما وصل بلاط البرتغال واتقال إنه صرخ: يا إلهي، هو قبيح قوي كده ليه؟ يا إلهي، الأميرة قبيحة قوي وكلهم قبيحين. ومش بس المراقبين الفرنسيين هم اللي قالوا التعليقات اللاذعة دي. الحكايات اللي من نفس العصر كانت دايما بتوصف كارلوتا إنها قصيرة ووشها فيه أثار جدري وأنفها معقوفة وواضحة، وكمان عندها بروز في الفك السفلي زي عيلة بوربون. وأحد الكتاب لاحظوا إن قوامها كان منحني شوية. في نواحي كتير كانت هي عكس معايير الجمال الأرستقراطي في القرن الثامن عشر. وفي رواية قاسية جدا ظهرت بعدين اتقال عنها بالحرف إنها كان عندها أغرب رأس أشبه بمسخ ممكن تمشي على الأرض. صورتها قدام الناس كانت مجرد مصدر واحد من مصادر تعاستها. وراء الكواليس جواز كارلوتا كمان ما كانش سعيد. خلفوا أول طفل ليهم مع بعض سنة 1793، بنت اسمها ماريا تيريزا، وجابوا 8 أطفال كمان خلال ال 13 سنة اللي بعد كده. واحد بس منهم فرانسيسكو أنطونيو مات وهو صغير. رغم المشاكل اللي كانت بتزيد في جوازها، كارلوتا كانت معروفة إنها مهتمة بصحة ورفاهية أولادها، ومع ذلك حتى دورها كأم كان حواليه فضايح، لأن الشائعات في البلاط كانت بتقول إن مش كل أولادها أبوهم جون، وكان في شك كبير حوالين ابنها ميغيل بالذات. الكلام ده عمره ما اتثبت، بس زود جو النميمة والعداوة اللي كان بيلحقها طول حياتها. وبرغم كده الجواز كان فيه مشاكل بسبب قلة حنان جون ليها، وكمان بسبب تصرفاته اللي بقت غريبة أكتر وأكتر مع الوقت. ولأنه كان عايش في زمن كانت فيه أفكار التنوير والثورة الفرنسية بتنتشر في أوروبا، اتولد عنده خوف مرضي إن الثورة توصل للبرتغال. وكانت في شائعات في البلاط بتقول إنه كان بيمشي في طرقات القصر الملكي بالليل وهو شبه هيمان أو مش في وعيه. مع بداية القرن التاسع عشر، الزواج الملكي تحول لحرب سياسية علنية. في سنة 1805، وقتها كانت كارلوتا عندها 30 سنة، اتآمرت علشان تستولي على السلطة من جوزها الأمير الوصي، وكانت بتخطط إنها تخليه يتقبض عليه ويتقال إنه غير صالح للحكم زي ما حصل مع أمه. لكن المؤامرة اتكشفت وشركائها في المؤامرة اتقبض عليهم. كارلوتا نجت من السجن بس علشان جون رفض يفضح الفضيحة دي قدام الناس. بدل كده نفاها لقصور كيلوز وراميلين، وهو انسحب لمافرا، وده كان معناه نهاية جوازهم فعليا. وفي فترة النفي دي اتشهرت باللقب السيء السمعة السليطة بتاعة كيلوز. حياة كارلوتا في البرتغال، خصوصا من حوالي سنة 1806 فصاعدا،
اتأثرت بالتطورات السياسية الكبيرة اللي حصلت في أوروبا الغربية. بعد كام سنة من جوازها من جون قامت الثورة الفرنسية سنة 1789. في البداية كانت ثورة معتدلة وكان هدفها تأسيس ملكية دستورية. بالتدريج بقت أكثر تطرف وفي الآخر اتطورت لثورة مضادة وحرب أوروبية شاملة سنة 1792. ده بالتدريج جر تقريبا كل القوى في أوروبا. البرتغال كانت واحدة من الاستثناءات. لمدة قرون المملكة حاولت تتجنب التورط في الحروب الدينية والسلالية اللي ما بتنتهيش في أوروبا. من ناحية تانية كان عندها تحالف مرن مع إنجلترا بيرجع لحد أوائل ستينيات القرن السابع عشر، لما كاثرين دي براغانزا اتجوزت الملك تشارلز الثاني ملك إنجلترا. ده معناه أن البرتغال فعلا شاركت في حرب التحالف الأول ضد الفرنسيين سنة 1793، لكن عمرها ما لعبت دور كبير في الحروب الثورية الفرنسية المتقطعة اللي حصلت بعد كده لحد نهاية القرن الثامن عشر. اللي غير الأمور بالنسبة للبرتغال وكارلوتا هو صعود نابليون بونابرت وسيطرته على جزء كبير من أوروبا القارية من منتصف تسعينيات القرن الثامن عشر لحد منتصف القرن التاسع عشر. في سنة 1807 وبعد ما غزا ألمانيا وبولندا، نابليون رجع للغرب وغزا البرتغال بهدف أنه يضم عائلة ملكية من شبه الجزيرة الأيبيرية لإمبراطوريته. على سبيل المثال خلى واحد من إخواته جوزيف ملك إسبانيا سنة 1808. قبل ما ده يحصل كانت البرتغال اتغلبت، وكارلوتا مع باقي البلاط الملكي والحكومة هربوا عبر المحيط الأطلسي علشان يأسسوا حكومة في المنفى في البرازيل. مستعمرة البرتغال الكبيرة في أمريكا الجنوبية بعد رحلة صعبة في شتاء 1807 واللي فيها كارلوتا اضطرت تحلق شعرها بسبب انتشار القمل في السفينة، البلاط الملكي البرتغالي في المنفى وصل أخيراً لريو دي جانيرو. هتقضي 13 سنة جايين في البرازيل، لكن السنين دي هتكون من أكتر الفترات اضطراباً وطموح سياسي في حياتها. في أمريكا الجنوبية طموحات كارلوتا في الحكم بقت واضحة جداً. في الوقت اللي حماتها فضلت الحاكمة الإسمية للبرتغال والإمبراطورية الاستعمارية بتاعتها، الأحداث في أماكن تانية في أمريكا الجنوبية قدمت فرصة لكارلوتا عشان توسع نفوذها. حروب الاستقلال اندلعت في كل المستعمرات الإسبانية في أواخر القرن التاسع عشر بعد ما فرنسا سيطرت على إسبانيا نفسها في أوروبا. فصيل واحد في نيابة الملك فيري دي لا بلاتا اقترح حتى إنهم يخلوا كارلوتا وصية على الحكم، والحركة دي بقت معروفة باسم الكارلوتية. ده كان منطقي لما نفكر إن كارلوتا كانت بنت الملك كارلوس الرابع بتاع إسبانيا. الخطة دي كسبت دعم الأدميرال البريطاني السير سيدني سميث، لكن واجهت معارضة من جوزها نفسه والحكومة البرتغالية في المنفى والمسؤولين الأسبان وكمان كتير من النخبة المحلية. كارلوتا كمان ضيعت فرصتها بنفسها لما أصرت تمارس سلطات الملك المطلق، في حين إن كتير من اللي بيدعموها كانوا شايفينها مجرد رمز دستوري. الحركة انهارت تدريجياً، وبعد حروب الاستقلال في أمريكا اللاتينية اتطورت في الآخر المقاطعات المتحدة لريو دي لا بلاتا لجمهورية الأرجنتين. فترة كارلوتا في البرازيل كانت مثيرة للجدل من نواحي تانية كمان. هي كانت بتحتقر الناس وكانت بتشرب كتير، وبيقولوا إنها بدأت تشرب شاي الماريجوانا، وكمان انتشرت عنها شائعات مستمرة عن علاقة مع رجل أعمال برازيلي معروف. لكن وسط الفضيحة دي جه اللحظة اللي كانت مستنياها من زمان. في يوم 20 مارس 1816 الملكة ماريا الأولى توفت عن عمر 81 سنة وهي عندها 40 سنة. كارلوتا أخيراً حصلت على اللقب اللي استنت عقود وبقت الملكة القرينة للبرتغال. بس بعد ما أخيراً حصلت على التاج كانت أكبر معاركها السياسية لسه جاية. وقت ما بقوا ملك وملكة كانت البرتغال من زمان اتحررت بعد ما البرتغاليين والإسبان بمساعدة كبيرة من البريطانيين طردوا الفرنسيين من شبه الجزيرة الإيبرية في 1813 و1814. لما إمبراطورية نابليون انهارت بعد غزوه الفاشل لروسيا في 1812، مع ذلك البلاط الملكي البرتغالي مرجعش فوراً للشبونة حتى بعد سقوط نابليون النهائي في صيف 1815. التأخير كان بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة حوالين نوع المملكة اللي هتتأسس من جديد بعد حروب نابليون.
حالة عدم اليقين دي وصلت لذروتها مع الثورة الليبرالية سنة 1820 لما حصل تمرد عسكري طالب بتأسيس ملكية دستورية وأجبر العائلة الملكية ترجع للبرتغال. في 26 إبريل 1821 غادروا البرازيل حسب ما قال الفيكونت دي بورتو سيغورو. مشاعر الملك والعيلة الملكية وهم بيسيبوا البرازيل ظهرت في دموع الكل ما عدا الملكة. كارلوتا اللي عمرها ما استمتعت بحياتها في البرازيل قيل إنها كانت فرحانة جدا إنها هتسيب البلد. في قصة مشهورة بتقول إن كارلوتا قبل ما تركب السفينة هزت التراب من على جزمتها وقالت مش هاخد حتى تراب الأرض دي معاي. بعد ما رجع جون للبرتغال وافق على أول دستور للبلد سنة 1822. كان الهدف منه إنهاء الحكم المطلق في البرتغال، لكن نجاحه كان محدود جدا واتلغى بسرعة سنة 1823. وفي نفس الوقت انفصلت البرازيل وبقت إمبراطورية البرازيل المستقلة تحت حكم ابن كارلوتا بيدرو سنة 1822. وده خلى البرتغال تخسر مستعمرة كانت معتمدة عليها في ثروتها طول القرن الثامن عشر. الثورة الليبرالية كانت بتعبر عن الوضع السياسي المعقد اللي كارلوتا وجوزها وباقي أركان البلاط الملكي رجعوا يلاقوه بعد نهاية الحروب النابليونية. حصل صراع على السلطة لما كارلوتا اتحالفت مع ابنها الأصغر ميغيل علشان يحاولوا ياخدوا السلطة من جوزها. جون بقى شبه سجين لفترة قصيرة، لكن تدخل بريطاني سنة 1824 أدى لنفي ميغيل وجون وأنصاره رجعوا يمسكوا الحكومة تاني. وبعد كده حكم لحد وفاته في مارس 1826 وكان عنده 58 سنة. كان معجزة إن جواز كارلوتا استمر لحد وفاة واحد منهم رغم كل المشاكل اللي بينهم، وهي رفضت تزوره وهو مريض في أيامه الأخيرة. وفاة جون دخلت البرتغال في أزمة خلافة معقدة. ميغيل اللي كان الوريث المتوقع كان لسه في المنفى، وفي نفس الوقت زي ما قلنا أخوه الأكبر بيدرو كان بيحكم إمبراطورية البرازيل اللي بقت مستقلة جديد. بيدرو طالب بالعرش البرتغالي لفترة قصيرة قبل ما يتنازل عنه لصالح بنته الصغيرة اللي بقت الملكة ماريا الثانية في مايو 1826. ميغيل رجع بعد كده في 1828 علشان يسترجع التاج، وكان عنده خطة يمنع بيها الحرب الأهلية إنه يتجوز بنت أخوه الملكة ماريا، بس الخطة دي ما حصلتش. وقت ما حصل التغيير السريع في الحكام بين 1826 و 1828 كانت كارلوتا اتهمشت في السياسة البرتغالية. رغم تحالف ميغيل مع أمه في الأول، هو ما رجعهاش للقصر بعد ما بقى ملك في 1828. بدل كده قضت سنينها الأخيرة وهي مليانة مرارة وبعيدة عن حياة القصر، وكانت عايشة في الريف برا لشبونة في قصر كيلوز. هي توفت يوم 7 يناير 1830 وكان عندها 54 سنة. وقتها كانت حرب أهلية جديدة بدأت واللي انتهت بعد 4 سنين بعزل ميغيل من الحكم. قضى باقي 32 سنة من عمره في المنفى، والملكة ماريا الثانية رجعت للعرش سنة 1834. كارلوتا اتدفنت في الأول في سنترا قبل ما يتم نقل جثمانها سنة 1854 جنب جوزها اللي كانت منفصلة عنه في مقبرة العائلة المالكة لسلالة براغانزا في لشبونة. مع أنها كانت دايما تطمح لسلطة أكبر، كارلوتا جواكينا قضت تقريبا كل حياتها وهي راشدة في قلب واحدة من أكبر الملكيات في العالم، وكانت ملكة أو وصية على عرش البرتغال وإمبراطوريتها الضخمة اللي بتمتد عبر البرازيل وأفريقيا وآسيا. لأعدائها كانت ملكة أجنبية قبيحة وماكرة وبتسعى للسلطة بأي طريقة، وللبعض التاني كانت ست ذكية ومصممة رفضت تقبل الحدود اللي كانت مفروضة على الستات الملكيات في عصرها. يمكن حقيقة في النص بين الاتنين. في كل الأحوال هي لسه واحدة من أكتر الملكات إثارة للاهتمام والجدل في تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية. ألف شكر ليكم يا جماعة على مشاهدة الفيديو ده عن كارلوتا جواكينا من أسبانيا، يا رب يكون عجبكم. قولوا لي رأيكم في حياتها تحت في التعليقات. ولو عايزين فيديوهات أكتر عن العائلات الملكية أو عن العائلات الملكية الإسبانية أو البرتغالية قولوا لي برضو تحت في التعليقات. يا رب تكونوا مشتركين في القناة عشان تشوفوا كل فيديوهاتي أول ما تنزل.
يا رب تكونوا مشتركين ومفعلين الجرس عشان تشوفوا كل فيديوهاتي أول ما أنزلها. وبكده يكون ده كل اللي عندي، فهشوفكم كلكم في الحلقة الجاية من Forgotten Lives. شكرا لكم.